قرية صغيرة بين الجبال، عاش أطفال مسلمون يذهبون يوميا إلى المدرسة القرآنية ليتعلموا المبادئ الإسلامية. من بين تلك التعاليم كان موضوع إلقاء التحية مهما، حيث تعلمنا العقيدة الإسلامية أن نبدأ بالسلام عند دخول الصف أو إلقاء التحية. في أحد الأيام جلس الأستاذ مع الأطفال ليتحدث عن أهمية التحية وكيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشدد عليها. قال الأستاذ كما جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه. بدأ الأطفال يستمعون بانتباه بينما واصل الأستاذ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليست مجرد كلمات، بل هي رسالة محبة وسلام تأتي من القلب إلى القلب. قرر الأستاذ أن ينظم نشاطا ممتعا لتعليم الأطفال كيفية إلقاء التحية بشكل لائق. أخذ الأطفال في رحلة داخل القرية وجعلهم يلقون السلام على كل من يمرون عليه، كبارا وصغارا. كان الأطفال يشعرون بالفرح والسرور وهم يرون الابتسامات ترتسم على وجوه الآخرين. وفي نهاية اليوم عاد الأطفال إلى المدرسة والابتسامات لا تفارقهم، وأصبحوا يدركون قيمة إلقاء التحية والاحترام المتبادل. من هذه القصة تعلم الأطفال الدرس الهام بأن التحية هي مفتاح القلوب وصلة بين الناس تعزز المحبة والوئام بينهم. السلام هو عقيدة وحياة في الإسلام يعيشها المسلمون يومياً.